اهلا بيكم في الجزء الثالث من سلسله التسويق بالعموله على موقع امباكت. في الجزء الاول والثاني خدتك لفه كده جوه موقع امباكت وفهمتك فكره الموقع وعرفتك ازاي تشتغل عليه، وكمان عرفنا الارباح بتتحسب ازاي وبتتحول ازاي، وقلت لك ازاي تسوق منتج ملموس وازاي تسوق منتج رقمي، وقلت لك على طريقتين هيجيبوا معاك من الاخر لو فكرت تسوق منتجات رقميه. وعملنا حساب على الموقع واتقبلنا الحمد لله، وعرفتك الطريقه اللي هتحدد بيها ازاي تقبض من على الموقع. في فيديو النهارده هقول لك على شويه معلومات وتريكات علشان اكمل لك بيهم الصوره وتكون جاهز للشغل. وطبعا مش محتاج اقول لك السلسله دي خدت مني وقت ومجهود قد ايه علشان تخرج بالصوره اللي انت شايفها دي. في الاخر مش بطلب منك حاجه، لا بقول لك اشتري كورس ولا تدفع لي مليم. لايك او كومنت هيكون كفايه عليا وانت وذوقك. بسم الله نبدا ويلا بينا. السلام عليكم اجمعين مشاهدين ومتابعين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في الحقيقه مش قادر اقول لك انا مبسوط قد ايه بالتفاعل على السلسله دي في الجزء الاول والثاني، ودي حاجه مشجعاني جدا ان اجيب لكم دايما مواضيع جديده. فبنصحك لو لسه ما اشتركتش في القناه اشترك دلوقتي، لان ان شاء الله بعد سلسله امباكت محضر لك كام موضوع كده هيجيبوا معاك من الاخر. طبعا لو ما كنتش لسه شفت الجزء الاول والثاني هتلاقيني سايبهم لك تحت في الديسكربشن، ممكن تروح تشوفهم وترجع لنا تاني. تقريبا كده احنا خلصنا بتاع 90% من السلسله، فاضل بس شويه معلومات بسيطه في جزئيه اللينكات اللي هنسوق بيها. وخلينا بس قبل ما نبدا ندخل في الشرح العملي اقول لك كام معلومه على السريع. علشان توصل للينكات التسويق بالعموله لاي براند موجود على موقع امباكت بتحتاج الاول ان انت تطلب من البراند ده ان انت تشتغل معاهم. وهنا بقى هتلاقي قدامك نوعين من البراندات او الشركات اللي موجوده على الموقع. النوع الاول هيقبلك على طول مجرد ما تطلب، بعدين تكريت اللينكات بتاعتك وتبدا تشتغل. النوع الثاني بقى متقنعر شويه، شركات كده شايفه نفسها فبيجي يقول لك اديني سبب ان انا اقبلك انك تشتغل معانا. والله تحس ان هو اتش ار في انترفيو مثلا. المهم انا هوريك قدامك الحالتين عملي، فما تقلقش من الموضوع ده. الحاجه الثانيه اللي عايز اقولها لك قبل ما نبدا ان تفاصيل العقد ما بينك وبين الشركه اللي انت هتشتغل معاها بتختلف من شركه لشركه. هتقول لي طب والاختلاف ده بيكون فيه يا عم احمد؟ هقول لك بيكون في كذا حاجه، بس اهمهم حاجتين. اول حاجه معلم العموله اللي انت بتاخدها. في شركه تقول لك هديك 10%، 20%، 50%، وكل ده بيبقى متحدد في العقد اللي ما بينكم قبل ما تبدا، وهوريك ده دلوقتي. الحاجه الثانيه بقى اللي بتختلف من شركه لشركه هي فتره تتبع اللينكات بتاعتك. هتقول لي يعني ايه اصلا فتره تتبع؟ هقول لك الفتره ما بين لما العميل يدخل على اللينك بتاعك وما بين ما يشتري المنتج. لو برضو مش فاهم تعالى هبسطها لك. هفترض معاك ان انا عميل ولقيتك انت بتسوق لموقع ما وليكن مثلا كانفا، قمت انا داخل على اللينك بتاعك ورحت على الموقع عملت اكونت مجاني وخدت لي لفه كده في الموقع، بس لسه ما دفعتش الاشتراك. وبعدين خدت لي فتره كده قاعد بجرب في الموقع وبتعلمه لحد ما في الاخر خدت القرار انا هشترك في الموقع ده. الفتره بقى ما بين دخولي على اللينك بتاعك اول مره ودفع الاشتراك دي كده اسمها فتره تتبع. ولان طبعا الشركات فاهمه كويس ان مفيش حد هياخد قرار الدفع ده من اول مره، لازم يفتح الموقع او البرنامج او ايا كان ويتعلموا ويجربوا مره واثنين وثلاثه وبعد كده يقرر يدفع. وزي ما قلت لك فتره التتبع دي بتبقى مختلفه من شركه لشركه حسب وجهه نظرهم. فمن الاخر الفكره اللي عايز اوصلها لك في الموضوع ده ان البيعه مش هتروح عليك حتى لو العميل ما دفعش في اول مره. يعني حتى لو فتح جوجل وكتب كانفا ودخل على الموقع البيعه هتتحسب لك ما دام انت اول واحد وجهته للموقع، وطبعا ده في حاله ان الاشتراك حصل في فتره التتبع اللي احنا اتكلمنا عليها، بس بشرط ان العميل ما يكونش دخل على اي لينكات تانية قبل ما يدفع، لان العموله بتتحسب لصاحب اخر لينك العميل دخل عليه. ودي كانت شويه معلومات بسيطه كده بخصوص لينكات التسويق. يلا بينا على الشرح ونرجع تاني. دي صفحه الداشبورد بتاعت الاكونت اللي عملناه مع بعض الجزء الاول. وعلشان نوصل للشركات اللي عايزين نشتغل معاها هنطلع فوق وهندوس على براندز ومنها على فايند براند. هيفتح لك الصفحه دي وهنا هتلاقي كل البراندات اللي موجوده على الموقع، وممكن تقلب فيها شويه كده وتاخد لك لفه لو حابب. ولكن لو عايز توصل للبراندات الخاصه بمجال معين عمرك ما هتوصل في الصفحه دي. وعشان تعمل كده هيكون عندك طريقتين. اول طريقه كده من على الشمال هندوس على كاتيجوريز، هيفتح لك قائمه فيها كل المجالات اللي على الموقع، وهتختار المجال او النيش اللي انت حابب تشتغل عليه. هيجيب لك كل البراندات الخاصه بالمجال ده. او الطريقه الثانيه من على اليمين فوق كده في شريط البحث هتكتب الحاجه اللي انت بتدور عليها، وليكن مثلا انا عايز براندات ليها علاقه بالتعديل على الفيديوهات والمونتاج. وفي الحاله دي ممكن اكتب في شريط البحث ده كلمه فيديوز، هيطلع لك صفحه فيها كل البراندات الخاصه بمجال الفيديوهات اللي موجوده على الموقع. طيب تعالى بص معايا كده، لو رحنا وقفنا على براند زي موقع انفيديو هتلاقي مكتوب تحتيه كلمه جوين، بينما لو رحت وقفت على اي براند تاني جنبه هتلاقي مكتوب تحتيه كلمه ابلاي. طيب ده معناه ايه؟ معناه ان برنامج انفيديو بيقبلك انك تشتغل معاه على طول زي ما قلت لك من شويه. ولو جينا دوسنا على جوين هتلاقيه فتح لك الصفحه دي ومكتوب فيها من فوق You are pre-qualified to work with this brand. يعني انت مؤهل مسبقا علشان تشتغل مع البراند ده وممكن تبدا تشتغل معاه من دلوقتي. ولو بصيت معايا على اليمين كده هتلاقيه كاتب لك تفاصيل العقد اللي هيكون ما بينك وما بين البراند ده. فهتلاقيه مثلا كاتب لك ان في حاله الساين اب العموله هتكون 0. اكيد دي مفهومه يعني.
بس لو حد اشترك في الموقع عمولتك هتبقى من 25 ل 50%. وبعدين تحتيها بيقول لك ان في نسخه تانية من الموقع اسمها انفيديو اي اي بتشتغل بالذكاء الاصطناعي، وبرضه هتكون نفس الفكره، الساين اب زيرو عموله والاشتراك من 25 ل 50%. وهتلاقيه بقى هنا مكتوب لك عدد ايام التتبع اللي بيديها لك الموقع ده. موقع انفيديو مثلا بيديك 120 يوم تتبع، طبعا دي حاجه عظيمه وبتزود لك فرص البيع جدا. يعني انت معاك 4 شهور من اول ما العميل يدوس على اللينك بتاعك يفكر في الاشتراك براحته، واول ما يقرر ان هو يشترك العموله بتتحسب لك انت عادي. وطبعا ده في حاله ان هو ما كانش داخل على اي لينكات تانية في الفتره دي. طيب لو عايزين نشتغل مع البراند ده هندوس على جوين، هتلاقيه بياكد معاك الشروط بتاعه العقد تاني. هقول له تمام مفيش مشكله وهدوس على جوين، هتلاقيه كاتب لك ان هو تم قبولك تلقائي. ولو رحت دوست هنا على كلمه ماي براند هتلاقي الموقع موجود عندك. هنروح ندوس عليه علشان نعمل كرييت لللينك بتاعنا، وهتيجي تعمل كرييت يا معلم هتلاقيه بيقول لك مالكش حاجه عندنا. فخد مني المعلومه دي على السريع كده علشان ما تزولش نفسك. لما تيجي تعمل جوين لاي براند اخرج بره الموقع وخش تاني، وبعد ما هتعمل كده هتيجي تجرب هتلاقي الدنيا شغاله معاك وزي الفل. اول ما هتدوس على كرييت هيطلع لك لينك الافيليت بتاعك، هتروح تدوس على اللينك وتاخده كوبي، وبعد كده تطلع على الديسك توب تعمل لك نوتة صغيره تحط فيها اللينكات بتاعتك. ودي نصيحه مني يعني علشان ما تتوهش بعد كده في اللينكات. هنرجع تاني على الموقع كده، ولو بصيت معايا هتلاقي جنب كلمه كرييت لينكس في كلمه اسيتس. طب دي عباره عن ايه؟ هتلاقي هنا الموقع بيديك تصاميم جاهزه ممكن تستخدمها في التسويق بتاعك. يعني حضرتك لو ناوي تعمل مدونه او صفحه تسوق عليها الموقع، هو هنا بيديك الصور والبانرات اللي انت ممكن تستخدمها جاهزه علشان ما تتعبش نفسك وتعملها بايدك. وطبعا دي لفته جميله من الموقع بصراحه مش موجوده في مواقع تانية. طيب ده كان نموذج للبراندات اللي بتقبلك على طول. تعالى بقى نشوف النموذج التاني، وليكن مثلا هنجرب موقع vid.io، وده موقع بيعمل لك تعديل على الفيديوهات برضو وبيعمل كابشنز على الفيديو، يعني بيكتب لك الكلام اللي انت بتقوله على الفيديو بالذكاء الاصطناعي. ولو جينا نجرب وندوس على ابلاي هتلاقيه بيقول لك اديني سبب علشان نقبلك. طيب هنتصرف ازاي دلوقتي؟ هنروح نجري على جوجل ترانسليت طبعا، وتعالى اديك مثال اللي ممكن تكتبه. ممكن تقول له ان انت صانع محتوى وبتكتب مدونات وبتفكر تعمل محتوى عن الفيديو اديتنج، علشان كده عايز تشتغل معاهم علشان تبدا تروج للبرنامج بتاعهم. وبعد كده هناخد الكلام ده كوبي ونرجع نحطه على الموقع بيست، وبعدين نعمل ابلاي. هيكتب لك ان الطلب بتاعك في المراجعه، وبعدها بيومين تقريبا هيبعت لك ميل يقول لك انت مقبول ولا مرفوض، وغالبا ان شاء الله هتكون مقبول. اخر معلومه بقى هديها لك النهارده، وهي معلومه مهمه جدا جدا جدا، وفعلا هيبقى حرام عليا لو قفلت السلسله من غير ما اقول لك المعلومه دي. اللينك بتاع الافيليت اللي انت اخدته بيكون غير مقبول في معظم المنصات. طيب يعني ايه الكلام ده؟ يعني حضرتك مثلا لو اخدت اللينك ده ورحت تحطه في وصف فيديو على اليوتيوب هتلاقي ان اللينك غير مفعل، يعني مش بيتداس عليه، مجرد تكست مكتوب. طيب هنحل المشكله دي ازاي بقى؟ هتروح بسرعه على عمك جوجل وهتكتب بيتلي، وده موقع بيديك روابط مختصره للروابط بتاعتك. هتروح تفتح الموقع وهتعمل عليه اكونت مجاني عادي جدا، مش محتاج تعمل اكونت مدفوع. وبعد ما هتعمل ساين اب بالايميل بتاعك هتروح على الشمال وهتدخل على لينكس، وهتحط لينك الافيليت بتاعك هنا. وبعدين هتنزل تحت شويه وفي الخانه دي هتدي اسم لللينك بتاعك، يعني مثلا ممكن نكتب هنا انفيديو لينك، وطبعا لازم الاسم ما يكونش مستخدم قبل كده. وبعدين هتنزل تحت وتعمل كرييت، هيدخلك على الصفحه اللي بعدها وهو ده لينك الافيليت بتاعك. هتاخد اللينك ده كوبي وهترجع تحطه في النوتة بتاعت اللينكات بتاعتك، وشكرا على كده. وبكده نبقى شرحنا كل حاجه تقريبا انت محتاجها علشان تبدا شغل على الموقع. مش فاضل بس غير انك تحدد المجال اللي انت هتشتغل عليه، تختار المنتج وتتوكل على الله. ودي كانت سلسله التسويق العمولي على موقع امباكت، واتمنى فعلا ان انتوا تكونوا استفدتوا منها. وبس كده يا معلم، ده كان الفيديو بتاع النهارده. لو الفيديو عجبك انزل تحت دوس لايك، ولو لسه ما اشتركتش في القناه انزل اشتراك دلوقتي وفعل زرار الجرس علشان تفضل دايما معانا على التراك. اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.